مسلسل العتاولة يا جماعة، دي طبعا لقطة من مسلسل العتاولة. احنا هنصنع التمثال اللي في مسلسل العتاولة لان احنا اللي عاملينه. تعالى اوريك عملناه ازاي طبعا، والمشاهد كلها وازاي وديناه المسلسل ومين طلبوا مننا وكل حاجة. اول حاجة طبعا دي اسطمبة سيليكون. الاسطمبة السيليكون دي معروفة جدا للناس اللي متابعاني. تاني حاجة المادة اللي هنعمل بيها التمثال هي البوليستر او البورسلين. تالت حاجة طبعا التمثال ده طلب مننا في 2023 في شهر 8. طبعا سلمناه في شهر 9 23. طبعا تصنيع التمثال ده عاملينه كيلو بوليستر على كيلو سبيداج. بس يا جماعة هنلم الاسطمبة بتاعتنا عبارة عن 4 انصاص، نصين سيليكون ونصين فايبر جلاس. طبعا نصين السيليكون عشان يطلع الشكل بسرعة وبسهولة، ونصين الفايبر عشان يمسكوا السيليكون ويبقى مسنود. تاني حاجة هنقفل الاسطمبة كويس جدا، وهنجيب جواني عربية او استك معاك، اي استك يكون شديد وحلو وتقفل بيه الاسطمبة كويس جدا. هنجيبه طبعا كيلو البوليستر بتاعنا اللي عليه السبيداج، هناخده منهم شوية صغيرين للحتة. تاني حاجة طبعا هنفضي لغاية نص الحتة، ما نفضيش القاعدة من تحت، لان القاعدة من تحت هتبقى بوليستر تقيل مخلط برملة سلكة او رملة وكسر رخام. اهم حاجة تبقى تقيل عشان الحتة تبقى ساندة نفسها وما توقعش. وهنفضي في الاسطمبة ونفضل نهز في الاسطمبة كويس جدا. اخر مرحلة في التمثال طبعا القاعدة من تحت دي هتبقى تقيلة جدا، فهنعمل ايه؟ هنجيب شوية بوليستر من الكيلو اللي احنا عملناه، هنفضي شوية صغيرين. تاني حاجة طبعا هنجيب رملة سلكة او كسر مزايكو ونخلطه مع رملة عادية، ونخلطه تخليطة حلوة، وبعد كده تكبه على البوليستر. طبعا زي ما انا هكبه بالظبط، وتديله تقليبة كويسة جدا في حركة دقيقتين تقليب علشان البوليستر يندمج مع الرملة كويس جدا، عشان الرملة هتدي خشونة للبوليستر وهتدي تقل. طبعا هتوزن الحتة وتبقى حلوة جدا، هتديها تقليبة كويسة جدا، ونفس النظام تحط المصلب وتديها دقيقتين تقليب. بعد ما قلبنا البوليستر كويس جدا هنفضي في الاسطمبة طبعا لغاية ما نجيب الوش ما نكتروش عشان ما تبقاش مقعقعة وما تعرفش تقف، تبقى مسنودة كويس جدا عشان ما تتعبش في الصنفرة. بعد كده سيبناها ربع ساعة تنشف، بعد كده هنطلعوها، هتطلع معاك بسهولة. هنفك الاستيك اول حاجة، تاني حاجة هتطلع الفبراية، بعد كده هطلع الاسطمبة السيليكون، بس هطلعها بالراحة عشان ما تقطمش منك، عشان انا استعجلت طبعا في 10 دقايق بطلعها. انت تستناها ربع ساعة عشان تلقيها نشفت كويس جدا او نص ساعة. بس هنطلع النص التاني طبعا نفس النظام. اهم حاجة في الاسطمبة عشان تريحك تبقى نصين. طبعا هتبقى سهلة جدا في اي حاجة انت بتطلعها، عبارة عن تمثال، عن تحفة، عن شغل فرعوني، اي قطعة تبقى نصين تريحك جدا، وتبقى سهلة وبسيطة جدا، والشكل يطلع معاك بسهولة وما يتكسرش. بس بعد ما طلعناه من الاسطمبة فاضل مرحلتين، هي الصنفرة. هنصنفره كويس جدا لغاية ما يبقى ناعم معانا عشان الرواشي اللي فيه طبعا، وبعد كده هندخله مرحلة التلوين. طبعا هعمل لك جزء تاني للتلوين بفيديو بسيط جدا. اللي عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر، وان شاء الله هوريك باقي اعمالي اللي انا عملتها في مسلسلات رمضان 2024.